البدايه القويه بتفرق، زي ما كان في بدايه قويه في دوري روشن، في بدايه قويه في دوري ابطال اسيا. نادي الاتحاد السعودي يفوز على نادي ادمك الاوزبكستاني 3-0، هدفين لرومارينيو وهدف لهارونا كامارا، والثلاث اهداف في الشوط الاولاني. الاتحاد اللي زي ما بنقول عليه في دوري روشن ما بيعرفش يخلص المباراه من الشوط الاولاني، بيبقى عنده صعوبات في الشوط الاولاني. في مباراه النهارده انهى الامور تماما في الشوط الاولاني، اداء ولعب ونتيجه وتالق من نجوم الاتحاد، خصوصا حمد الله ورومارينيو. النهارده عملوا مباراه مميزه جدا جدا جدا. رومارينيو زي ما بقول لكم، رومارينيو احد اهم العلامات الفارقه في هجوم نادي الاتحاد، بيفرق كتير جدا، تحركاته هايله جدا، بيعمل كوره هايله جدا، بيتحرك بشكل رائع، وبيلعب السهل الممتنع زي ما بيقولوا. حمد الله اللعيب الواثق في نفسه، اللعيب اللي متهزش بانضمام بنزيما، بالعكس بقى هو اللي موجود وبيلعب اساسي وبيعافر، واحد من هدافين الدوري وبيشتغل بشكل كبير. النهارده في دوري ابطال اسيا ايضا بيعمل ما احرزش اهداف، لكن عمل اسيست وعمل مباراه جيده جدا على مستوى التحركات، وبيوسع لزمايله بشكل كبير جدا. بقول دايما ان كانتي وفابيانيو اتنين تقال جدا في وسط ملعب نادي الاتحاد. المباراه ما كانتش صعبه، المباراه ما كانتش صعبه، المباراه كانت سهله، لكن في مفاجات بتحصل في البطولات دي بالفرق الصغيره بتحاول تعمل مباريات كبيره. لكن كانتي وفابيانيو مديين توازن كبير جدا لفريق الاتحاد في وسط الملعب، وده بيدي افضليه كبيره جدا وبيدي اريحيه كبيره جدا للهجوم وللدفاع، لان الاثنين دول بيعملوا ربط كبير جدا، خصوصا كانتي اللي ما شاء الله دايما بتلاقيه في كل حته دينامو في الملعب بشكل كبير. الشنقيطي ورا النهارده كان عامل مباراه جيده جدا. في المجمل فريق الاتحاد عمل شوط اول مميز، شوط تاني خلاص الامور ارتاحت، بيلعب كوره من اجل المتعه وبيلعب كوره من اجل الامور انتهت. الاتحاد بياخد 3 نقاط مهمين جدا في البدايه. البدايه بتفرق، الانطلاقه بتفرق. الاتحاد داخل بنجومه من اجل البطوله، غاب بنزيما، ولكن اللعيبه النهارده كانوا حاضرين وكانوا موجودين، وكان الاتحاد مميز بشكل كبير. و3 نقاط مهمين جدا لنادي الاتحاد. مليون مبروك لنادي الاتحاد وكتيبه نونو سانتوس.